مساء الخير، اليوم محلق بس ماني خلق اسجل سناب. بس ارسل لي عقل الباطني رساله قال تستهبل محلق ولا تصور؟ قم صور. ما رد له طلب، بوه مرجله الباطني. اليوم يا اخوان عندي موضوع، وموضوعي هذا اذا ما جازك هذا لا يعني انك تهجم علي، لان ادري في ناس يبون يتهجمون. اسمع موضوعي للاخير وممكن تقتنع ممكن لا. موضوعي يا جماعه عن الضرائب. لاحظت انه لاي مدينه اروح لها بالعالم فيه ضرائب بشكل رمزي وبسيط، لكن الفائده منه جدا عاليه. تخيلت لو الضرائب هذه تطبق عندنا مثل الاندر جراوند، المترو عندهم على كل مره تروح بها ياخذون منك باوند واحد. تخيلوا لو الضرائب هذه مطبقه عندنا وش راح يكون. تخيلوا لو الضرائب هذه تطبق عندنا على سبيل المثال بدورات المياه، الله يكرمكم بالاماكن العامه. تخيلوا الدخول مثلا بريال لدوره المياه. احنا لاقين ناكل يوم انك الدخول. اسمع كلامي للاخير عشان ممكن انك تقتنع. تخيلوا لو يكون الدخول بريال لدوره المياه، دخولك دوره المياه بريال، راح يكون فيه آلاف مؤلفة تستفيد منها الدولة من شيء بسيط جدا. طيب يا عزيز الدولة مب ناقصة دراهم، عندهم دراهم وعندهم نفط وعندهم أشياء كثيرة، أنا أتفق معك، لكن ممكن يستفيدون منها بطريقة ثانية. وش هي؟ الحين نقول لك. لو أخذوا ريال على كل واحد يدخل دورة المياه راح يكون في عائد مادي جدا قوي. وش يستفيدون منه؟ على سبيل المثال الضمان الاجتماعي. الريالات دول اللي تؤخذ والمبالغ الضخمة دي اللي تؤخذ تحط بالضمان الاجتماعي ويرفع. في ناس عايشين على الله ثم الضمان الاجتماعي، بدل ما يكون مثلا والله ما ادري كم الظاهر 2000 ريال تكون 3000. اذا رحت الصبح للمعهد يا الله يا كثر العالم اللي رايحين وياخذون عليهم رسوم. ما في احد يدخل اصلا بالمترو تحت الا لما ياخذ رسوم عليه، باوند واحد على كل شخص يمر. يا الله كمية الالاف المؤلفة اللي تدخل عندهم ويستفيدون منها بشكل عظيم. اتوقع انه من اكبر المصادر عندهم الضرائب هذه. ريال يجيب لك خبز وجبن يا ابن الحلال، ما لا تقنع انه يشكل عليك الريال. لو تدور الله يكرمك عند الرجلين تحت بالسياره بتلقى ريالات مجدعه. من قوه انه ما نهتم يعني عادي ريال ما يشكل عليك. لكن نظر الفائده اللي راح تكون، ولا عادي يشري دخان ب 20 ريال ولا يتبرع بريال. لا اله الا الله، وين راح الخبز والجبن؟